ازيكم يا اصحابي يا حلوين، عاملين ايه؟ رب كلكم تكونوا بخير وباحسن حال. لو كنت اول مره بتشوفيني، انا بسمة ودي قناتي، بتمنى تاخدي جوله فيها وباذن الله تعجبك. بس توعي تنسي اللايك والشير والسبسكرايب وكومنت حلو كده، في دعوه منك ليا. وما ننساش نصلي مع بعض على رسول، اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. ونبدا على فيديو النهارده. يومنا النهارده هنبتدي في اوضه الولاد. بقالي فتره ما دخلتهاش من ساعه اخر مره روقتها معاكم كده. بدخل الملايات، بقصد على الملايات، لكن انا بدخل اروقها كده، اطبق الغطيان، مش عارفه ايه الكلام من ده. آه، خليهم هما كانوا قاعدين الاول فارضين حاجاتهم كده اهوت، فهم انت عارفين بقى بيساعدوني بيلموا حاجاتهم. يا الله، النهارده الجو مشمس والجو حلو، بس انا عندي غسيل. انا سايبه الغساله شغاله على الهدوم، بمجرد ما هتخلص كل انا شلت الملايات والكلام ده كده كله، ان هي شغاله من الصبح. وكمان هحط الملايات، يعني هاخدها اول باول كده، مش هقوم عليا. ما عنديش بس في الباسكتيلا الابيض، لما اغسل دول هرقدهم بقى. انا برقد الابيض يومين يوم على حسب ان هو عايز يترقد قد ايه يعني. ما بعرفش اغسل الابيض من اول مره وانشره على طول، لازم ياخد ترقيده حلوه كده بالكلور والبطاس وكلام من ده. مش هفرش السراير دلوقتي. بصوا، هو مش هسيبها طول النهار، بس هيبقى ايه زي في السريع كده. انا بمسح انضف اعمل. طبعا هنضف الشبابيك وهنضف الخشب، بس مش كل مره ايه بقى ايه اطول عليكم. ايه بقى ايه، خدت بالكم؟ الكوفرتة دي اللي كنت شايلاها من على الكنبة اخر مرة، من ساعتها وهي في الباسكت ما غسلتهاش، لاني منين ما اجي اغسل بلاقيها تقيلة على الغسالة، اقول خلاص هاخدها لوحدها. طب هاخد معاها حاجة؟ فاهمين الفكرة؟ فكل شوية بقى تستنى تستنى تستنى، رحت قلت لا، انا مش هزود معاهم. انا خلصت الهدوم الاول عشان احطها مع الملايتين دول خفاف معاها وبس كده. بحب ازود ميه في الغساله عن الكميه اللي هي وزنتها. انا بسيبها توزن وازود لها 2 كيلو ميه ولا حاجه، 2 مش عارفه 2 ايه، 10 كيلو. لو هي عملت 8 انا اخليهم على 10 مقفول، لو هي عملت 6 اعملهم 8 ازود لها يعني. بس كنت خلصت كل حاجه وقلت اكنس بقى الارض كده اهوت. مش لازم اشيل الكومودينو، عايزه انضف الكتب اللي جوه دي كلها لانه تقيل بالكتب الصراحه، متقله قوي. الشنطه بتاعت لوجين بص معلقاها فين، حاطه فيها الشنطه الخضراء الصغيره دي، اتقطمت. مش عارفين نركبها. إيه معرفش اسمها ايه كده، الحديدة اللي بتتركب فيها اتقطمت. فقلت خلاص، رحت جاية حطها لها زي محفظة كده فيها الفلوس والفضة وكده، فهي حطها في الشنطة دي. كله كده في السريع. بابانا كان في مشوار وجي وانا بصوا بين السرير والسرير، قلت له بص خليك، هخش افرش السرير التاني بقى كده اهوت عشان نشوف هنعمل ايه. عايزه اعمل كمان ايه، غدوايه في السريع، ما كنتش عارفه اعمل ايه. رحت مطلعه الفراخ سلقاها، وقلت هزقها في الفرن، احط بس عليها ايه زي معلقه سمنه وملح وفلفل اسمر. يعني قلت بلاش احط مثلا عليها صلصه وكلام من ده، بس يعني اكله كده في السريع. كان عندي ورقه جلاش، بس الجلاش البلدي مش الجلاش اللي هو بتاع الشركات. وعصقت اللحمه. يعني انا مش هطول معاكم قوي في الفيديو، اجيب لكم بس ايه زي مقتطفات كده سريعه، فاهمين؟ بس قلت اعمل معاكم روتين اوضه الولاد كتشجيع كده اهوت، بقالنا فتره ما عملناهاش مع بعضينا. لو وصلت لحد هنا من الفيديو، اوعي تنسى اللايك بتاعك الكومنتات بتاعتكم الجميله اللي هي فيها دعاء ليا، دي بتفرحني احلى من اي كومنت تاني. لما بيكون في الكومنت فيه دعاء، يعني بتحسي ان انت مبسوطه. الدعاء ده بالدنيا واللي فيها ده اجري. بس بقى الغساله لما بتخلص حاجه باخد ايه انشر على طول اول باول. شايفين الخضار تحت عامل ازاي؟ الشجر فاضي، بس اليوم مشمس وجميل. انا خلصت كل حاجة ومش هطول معاكم كمان في المطبخ، هشطبه انا مع نفسي. وهنا بابا كان طلب النسكافيه، قلت خلاص بصوا كل حاجة في الحوض، يعني اللي انا عايزاه بغسله من الحوض عشان استخدمه. واتغدينا ونزلنا رحنا فتح الله، بس مطولتش بقى معاكم، ختمت لكم الفيديو بعد ساعة الغدا. احنا ما فيش، رحنا جايبين نجيب البامبرز بتاع لوجين، وكنت انا عايزه بابريكا، عايزين فشار، حاجات كده اهوت، مش حاجات كتير يعني، فقلنا نتمشى. يعني نزلنا فتح الله اللي في اكتوبر، ده هو اقرب حاجه لينا. بس كده. ما ننساش نستغفر مع بعضينا كتير طول ما احنا ايه قاعدين. مش عارفه مالي، حاسه ان انا مدروخه، مش عارفه ليه. الفيديو ده كان المفروض ينزل على طول امبارح، بس الصراحه مش اما قال يلا ننزل، عارفين انتوا اللي هي ايه،
على سهوة انا منتجته وقلت لكم المقدمة وعاملين ايه وانا مين والكلام ده كده كله، وهو كان قاعد جنبي. فيلا ننزل دي انا فصلته عليها يعني، ما كملتش تسجيل، ما كمل، كان المفروض خلصته امبارح ونزل امبارح الصراحة، بس ما حصلش نصيب، ده بتاع يوم السبت يعني. بصوا المطبخ يضرب يقلب دي كل كيسة فيها فرافيت عيش، كل كيسة فيها فرافيت عيش، فاخدتهم كده انا بقى في السريع. عامة انا هخلص المطبخ كله مع نفسي يعني، انا مش هطوله عليكم لان انا عملت معاكم المطبخ كذا مرة قبل كده. المطبخ حاله بيتقلب في لحظة، مسافة ما بيتنضف ما بقتش بفرح بيه زي الاول ان هو خلاص نضيف بقى انا نضفت المطبخ تمام. دايما المطبخ شكله عامل كده عندي وما اعرفش، ما تسالونيش ليه، مع ان انا ايدي في المطبخ ودايما بنضف بغسل مواعيني بظبط الحاجة. مطبخ مجرد ما هو يروق معاكي انت بتحسي ان خلاص الشقة رايقة، انتوا فاهمين قصدي. يلا الحمد لله، سبق وقلنا ان ده نعمة ورزق من عند ربنا. انا بوسع كل حاجة حواليا كده، اللي عايز يدخل مكانه بيدخل علشان اما ابدا اغسل المواعين. بس اول حاجة كده اهوت كنت عايزة اخرط البصل زي ما انتوا شايفين في الطبق الاحمر اللي هناك ده، فيه الفراخ مترقدة بالسكر والملح، ما كنتش لسه عملتها يعني. حطيت بس الحلة على النار على ما تغلي يكون هما اتظبطوا. مرقداها بقول لك ميه وملح وسكر وشويه شطه وليمونه. خرط بقى البصلايه بتاعتي، خدت بصلتين صغننين لان ما كانش عندي بصل، وبعد كده نزلت بقى جبت بصل وجبت كل حاجاتي عشان اعمل العصاج. لقيت عندي برضو في الفريزر لحمه لحمه ايه، لقيت عندي في الفريزر فلفل الوان، كيس فلفل الوان، فخدته في العصاج. العصاج انت حره فيه، عايزه تعمليه بصله ولحمه بس مفيش مشكله، هو ده اصله يعني. بس انا بحب احط فيه مكعبات طماطم وفلفل الوان فلفل اخضر كلام من. بصوا حمرت البطاطس، بس بوريكم الجلاشه عامله ازاي. ما لقيتش عندي بيض، فالجيش قال لك اتصرف، كان باقي نص كوبايه لبن من اللي اتبقت الصبح وانا بعمل النسكافيه، رحت حطيت لها شويه ملح وفلفل اسمر وربها وحطها على الوش كده، بس طلع جميل. ومن تحت كمان هوريها لكم جميله ومورقه وزي الفل. بحط طبقتين جلاش وانزل عليهم ايه بريشه سمنه، طبقتين جلاش وريشه سمنه كده يعني عشان تبقى مرقه وحلوه. والفراخ بتاعتي اللي انا زقتها في الفرن زي ما قلت لكم هي معلقه سمنه وعليها رشه ملح وفلفل اسمر وبس، يعني حاجه بسيطه كده، والبيبس. وبصوا بقى هوريها لكم مرقه وجميله من جوه. المهم ان انا وصلت معاكم لاخر الفيديو، اوعي تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب ودعوه حلوه منك ليا، واستنوني في فيديو جديد، ولا اله الا الله محمد رسول